السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بأمر الله النهاردة هنعمل مع بعض حلويات لرمضان جميلة جدا واقتصادية ومش مكلفة، وبإذن الله هتطلع معاكي جميلة جدا، هتعجب بإذن الله البيت كله إن شاء الله. حبايبي هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا معايا كوباية سميد اللي هو بتاع البسبوسة من عند العطار، اللي هو سادة معلهوش أي إضافات خالص، مش الأكياس، لأ ده بيبقى سايب، بيتباع عند العطار او عند خامات المستلزمات الحلواني. معايا كوبايه حليب، تمام، هو اللبن. معايا معلقه كبيره سمنه او زبده، دي سمنه بلدي، ومعلقه كبيره سكر، وكيس فانيليا. تمام حبايبي، هنعمل ايه بقى؟ هنسمي بسم الله ونعمل مع بعض باذن الله احلى حلويات اقتصاديه وجميله جدا. كده حبايبي حطينا الحله على النار، حله بقى طاسه اللي موجود عندك. هنسمي بسم الله وهننزل مع بعض بكوبايه الحليب. بسم الله. انت بقى عايزه تضاعفي الكميه ضعفي، اعملي اللي انت عايزاه، بس انا عامله مقدار صغير، وهحط معلقه الزبده ومعلقه السكر والفانيليا، وهدوب بقى اللبن مع الزبده والسكر والفانيليا لحد اللبن ما يغلي، وبعدين باذن الله نرجع نكمل حلوياتنا ان شاء الله. كده حبايبي اللبن بتاعنا غلي اهو زي ما احنا شايفين. هنسمي بسم الله وهنزل بكوبايه السميد. بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب على طول بسرعه، ما بطلش تقليب لحد ما تتكون معايا عجينه زي اللي هنشوفها دلوقتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اتجمعت معايا اهي ما شاء الله زي الفل. لما تلم خالص من الحله وما تبقاش في اي حاجه في الجناب، هطفي عليها اهو زي ما احنا شايفين كده يا حبايبي، كلها اتجمعت معانا ولمت كلها من الحله، ما بقاش فيه اي حاجه خالص في الحله من تحت ولا في الجناب خالص. كده تمام. هطفي عليها واسيبها تبرد شويه، وبعدين باذن الله نكمل الصنف الحلو قوي ده بتاعنا باذن الله. كده حبايبي عجينه السميد بتاعتنا بردت، وعلشان تبقى متماسكه معاكي كده بتعجني فيها بايديكي شويه، يعني لما تبرد خالص بتعجني فيها بايديكي شويه لحد ما تبقى متماسكه، تعرفي تشكليها بسهوله بايديكي كده. هناخد بقى قطعه عجينه من عجينه السميد ونكورها، يعني حجم كده ايه الليمونه، ما تكونش كبيره قوي. انا هعمل معاكم واحده بس عشان وقت الفيديو، وانا هكمل الكميه كلها اهو. كده انا كورتها كويس جدا. هاجي بقى بصباعي كده اعمل فتحه فيها من النص، وبالمعلقه هبدا ان انا اعمل فيها اي شكل كده من الجنب اهو، بحيث لما تستوي يبقى شكلها معايا حلو. بس كده ده شكلها، يا رب تكون واضحه اهو. تمام. هكمل بقى انا الكميه كلها بنفس الطريقه، ونرجع باذن الله نسويها مع بعض ان شاء الله. دي كده يا حبايبي شكلها بعد ما اتشكلت. طبعا دي نص الكميه، لسه فاضل شويه قدهم تانيين. تمام. هنسوي بقى دول، وبعد كده نكمل تسويه الجزء التاني بامر الله. كده يا حبايبي في طاسه على النار انا حاطه فيها زيت، تمام، والحراره تكون متوسطه، ما تكونش هاديه ما تكونش عاليه قوي، علشان وردات السميد بتاعتنا تستوي كويس وما تبقاش ما تتهريش مننا في الزيت. هنسمي بسم الله ونحط مع بعض الحلويات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حطينا الحلويات بتاعتنا في الزيت، اول ما تتحمر من تحت هنقلبها الناحيه التانيه على طول باذن الله، وبعد كده ان شاء الله هنطلعها على سيرب متوسط، على شربات يكون سمكه متوسط، ما يكونش خفيف ما يكونش تقيل. وانا باذن الله لما تتحمر في الزيت برده هوريها لكم قبل ما اطلعها ان شاء الله. كده حبايبي الحلويات بتاعتنا اتحمرت كويس جدا، وقلبتها الناحيه التانيه اهي. خلاص فاضل بس هنا دقيقه واحده بالظبط واطلعها. انا هطلعها من الزيت على شربات على طول، انا عاملاه متوسط، مش تقيل ومش خفيف. تمام. الشربات يكون مش تقيل ومش خفيف يا حبايبي. هطلعها واحطها في الشربات واوريها لكم باذن الله شكلها هيبقى عامل ازاي ان شاء الله. ده كده شكل حلوياتنا النهارده يا حبايبي بعد ما طلعتها من السيرب وزينتها بقطعه كده من الكريز. لو عندك، ما عندكيش بقى حطي اي حاجه، عايزه تاكليها ساده شغاله زي الفل. طبعا دي نص الكميه، يعني كوبايه السميد الواحده عملت لي شويه قد دول كمان، دول نص الكميه يا حبايبي. طريه وحلوه جدا برده. انا هوريكم واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا من جوه ما شاء الله، شايفين
مش ناشفه بقى ولا قاسيه ولا حاجه، طعمها احلى من البسبوسه كمان. هقربها شويه على الكاميرا اهي، جميله جدا جدا وطعمها حلو قوي، باذن الله تعجبكم، وحلوه قوي في العزومات في رمضان، جميله بجد، مشرفه جدا واقتصاديه مش مكلفه ونوع من التغيير. اتمنى يا رب حبايبي النهارده حلويات تكون عجبتكم وتعملوها وتقولوا لي رايكم ان شاء الله، واتمنى من اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديده بامر الله. اشوفكم باذن الله حبايبي في فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.